هذه اسهل والات تحليه بارده تقدري توجديها في هذا الصيف لعائلتك، وفي نفس الوقت اقتصاديه وبلا فران، ومكونات موجوده في كل دار. كتجي كتشهي وراقيه في المنظر ديالها. حطيها بوجهك حمر. هنا غنحتاج اطار غلفتوه بالسلوفان. عندي هنايا بسكوي، اي نوع بسكوي كتفضلوا، غادي نستفوه. تحليه ساهله ونعيشها في هذا الصيف. اي بسكوي كتفضلوه، المهم ما يكونش فيه الكريمه. هنا عندي حليب غادي نسقي الطبقه الاولى. غادي نعاود الطبقه الثانيه هكذا باش يجيناش الكريمه غالبه. حتى هي غادي نسقيها. عندي هنايا يطرو ديال الحليب، غنضيف له ساشي ديال كريم كراميل، ونضيف له ساشي ديال الفلون عادي ديال الدرهم. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. انا غنضيف 4 المعالق ديال سكر سنيده، 2 معالق ديال النشا. نخلط كلشي هكذا على البارد. واحد الساشي ديال الفاني، بعدا غنردو فوق البوطه طلع فيه الغليه. هنا الحليب ديالي ها هو طلعت فيه الغليه، طفيت عليه. عندي هنايا 2 باكيات ديال البسكوي، داك الحجم الصغير اللي فيه 8 الحبات غنديرو هنايا. ونكب عليه غنضربو في الخلاط. ها هو ضربته دابا في الخلاط مزيان، طحن مزيان. صافي دابا غنخليه واحد شويه هنايا، ما ندخلوش للثلاجه دابا، غنخليه واحد شويه يتماسك. غادي نغطيه بالسلوفان وندخلوه للثلاجه، يبقى في الثلاجه يبرد واحد 2 ساعتين شد راسو مزيان. بالنسبه للطبقه الثالثه ديال الشكلاط، درت هنا 2 كيسان ديال الحليب، دير واحد المعلقه ديال سكر سنيده. عندك فلون ديال الشكلاط ديريه، انا عندي هذا العادي. خلطوا كلشي هكذا بارد. غادي نردو على البوطه يغلي وعاد نكبوه فوق الديسير ديالنا. ها هو كما كتشوفوا انا جبدته من هذا الثلاجه. كما كتشوفوا وقع لي فيه واحد المشكل، انا نحلو معاكم. هنا انا الغلط اللي درت، كان باقي سخون وغطيته بالسلوفان ودخلته للثلاجه. ديك العرق رجعت عليه ودار هاد الخريطه ديال ما عرفتش من دوله. ايوا المهم دابا يعني ما عندناش مشكل، لان انا صاوبت واحد الطبقه الثالثه اللي غنديروها فوق من هاد الكريمه. هي هذه الطبقه الكحله ديال الشكلاط، انا غادي نصبها فوق منها. صافي دابا غادي نردو شي شويه يبرد، وعاد ديك الساعه نقدموه في صحن التقديم. التحليه ديالنا من بعد ما وجدات، انا زينتها شويه هنايا كما كتشوفوا السيجار وكنافه. عندي الكنافه محمره زينتها مع الجوانب. هانتوما كما كتشوفوا الطبقات. انا غادي نقطعها باش نوريكم. هانتوما كتشوفوا طبقات. عندنا الطبقه ديال البسكوي، طبقه ديال الكريمه، وهاد الطبقه الكحله ديال الشكلاط. بسم الله. هانتوما كتشوفوا هذا الطبقه ديال الشكلاط اللي درناها ميروار، راه بحال المرايه، مع هاد الميلونج ديال الكراميل مع الشكلاط مع البسكوي، جاي واحد المذاق خطير ما تبعوش منه.
تنصحكم غير جربوها، غادي تعجبكم، وبالصحه والراحه.